السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده انا معايا الفولكس فاجن الاي دي 4 الكهرباء اللي اتحرقت من فتره. لو انتوا فاكرين انا كنت منزل عنها فيديو من كام شهر كده. معانا صاحب العربيه، عايز اخليه يحكي لكم ايه اللي حصل بالظبط وايه الورق اللي معايا ده، لان الورق ده مهم جدا جدا، وده من الادله الجنائيه في القاهره عندنا او في مصر، يعني انا اسف، اللي بيثبت ان الحريقه دي تمت ازاي، او هل عيب في الشاحن زي ما كل الناس قالت ولا عيب في العربيه نفسه. ازيك يا باشا؟ يا اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله اخبارك؟ تمام بخير الله احكي لي يخليك. كده ايه اللي حصل سريعا. والله يوم الحريقه العربيه ديت الصبح حوالي الساعه 6 الصبح. مم. لقيت حد بيتصل عليا من البيت، الحق العربيه بتاعت اسامه ولعت. اسامه اخوك؟ اخويا تمام. صاحب العربيه. تمام. ولعت ليه يا جماعه؟ المهم جيت لقيت الدنيا ناس كتير طبعا هنا، انت عارف طبعا البيئه الريفيه. مم. لما بيبقى في حريقه ولا كده بتلاقي الناس كلها اللي في الحته كلها بتتجمع تطفي بميه مش عارف ايه. الحمد لله ربنا كرم، لقيتهم مطلعينها بره الجراج، مكان ما هي بتقف في الجراج بتاعها. طلعينها بره خالص ومطفينها، بس المنظر يا رب ما حد يشوفه، يعني كان منظر صعب جدا 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 لما تلاقي مثلا مليون جنيه بيروح قدامك كده عن عينك. فطبعا اتصلنا على المطافي جات، كانت الدنيا خلصت. الاهل والاصدقاء كانوا طفوا العربيه من فضل ربنا، يعني ان هي ما خدتش وقت معاهم. الحمد لله. عملنا بتوع المطافي طبعا عشان يروحوا يمشوا من هنا لازم محضر شرطه. عملت محضر شرطه. بعد عملنا المحضر يا جماعه، وده تقرير الفحص برضه بتاع حكينا في المحضر ايه اللي حصل بالظبط. العربيه جايه من بره الساعه 3 بالليل، بتاع صاحب العربيه اسامه اخويا، كان يوم فرحه الحنه بتاعته يعني. فطبعا كان بيجهز بقى للفرح وكده، فراجع بالليل متاخر. طبعا طبيعي برضه عربيه كهرباء تتحط بالليل على الشاحن للصبح. تمام. في اليوم ده سبحان الله من الساعه 3 هو راجع بره البيت الساعه 3 الصبح. من 3 ل 6 3 ساعات على الشاحن. يعني العربيه كان بقى لها 3 ساعات بس على الشاحن؟ 3 ساعات بالحرف يعني. تمام. الساعه 6 الصبح معايا المكالمات وسكرين شوت ليها وكل الكلام ده، طبعا مجمعه طبعا للمعلومات عشان لو حد برضه احتاج اي حاجه من ديت. فمن 3 ل 6 الصبح ده الحمد لله بفضل الله، ده طبعا برضه مش عيب كهرباء ولا اي حاجه زي ما الناس بتقول. هو كده كده المعمل الجنائي اثبت ان العيب مش عندك انت. لما عملنا محضر شرطه يعني قالوا لنا لازم يجي معمل جنائي. تمام. عشان يعاين العربيه. لو لكم حق هتاخدوه، لو ما لكوش حق خلاص حقكم يروح على الارض، ده العيب منكم انتوا اللي عاملين حاجه غلط. الشركه اللي استوردت لك العربيه مديالك ضمان؟ اسمها ايه؟ لايف جول. اسمها لايف جولف. مديالك ضمان قد ايه؟ 8 سنين. 8 سنين ومكتوب في الورق وفي العقودات، ومعاك عقد بكده طبعا. ومعايا عقد بكده وكل حاجه مكتوبه فيه 8 سنين. خدت منهم حاجه؟ ضمان. ولا حتى حد اتصل علينا قال لنا انت عملتوا ايه، لا ده بيقولوا انت منزل على السوشيال ميديا وشكينا في مش عارف ايه. طب انا يا جماعه ما حدش كلمني ولا اي حد قال لي اي حاجه فيها بصيص امل او فيها نيه حلوه ان انتوا مثلا هتعوضونا بحاجه، هتدونا عربيه ثانيه. خد بالك من النقطه دي، شركه استيراد العربيات الكهرباء ادت له ضمان 8 سنين وتخلوا عننا، ومحدش بيرد عليه. تخلوا عننا تماما. انا اصلا كنت مبسوط بالعربيه الكهرباء ان هي موفره للبنزين وصديقه للبيئه، وبنساعد الدوله في ان احنا مثلا نوفر بترول ونوفر بنزين، فكنا كلنا مبسوطين بالفكره. انما ان هي تبقى على الشحن وبقى لها 20 30 يوم عندنا وتعمل بالطريقه ديت، ماشيه 1000 كيلو وماشيه 1000 كيلو بالطريقه ديت. طيب. استحاله. طبعا كل اللي بيكلمونا من المسوقين العربيه او اللي بيسوقوا العربيه بيقول لك ده عيب تاسيس نقطه شحن. يا جماعه ما في الشركه هتقول لك عيب تاسيس نقطه شحن. انت عامل عربيه شحن كهرباء بحيث ان انا لما اروح بقى مشوار او اسافر بقى اي مكان احط الفيشه بتاعتها في اي فيشه تشحن، يبقى فيها وسائل امان، يبقى فيها انا عندي مشتركات كهرباء بالسلك، المشترك ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه، في فيوز امان، لو حصل في حاجه في الكهرباء الفيوز بتضرب المشترك بيبقى سليم. ده عربيه بمليون جنيه، ب 800,000 جنيه في الرخص قبل الدولار ما يبقى النهارده زي ما النهارده. 800,000 جنيه ما فيهاش فيوز امان. عامل انا اصلا كمان برضو يعني عامل حساب كده في الاول خالص، قالوا لنا السلك بتاعها بيبقى 6 مللي في نقطه تاسيس الشحن، عملناه 16 مللي نحاس شعر. عملت لها مفاتيح اوتوماتيك اعلى مفاتيح في السوق اللي هي شنايدر الماني. عملت لها ليكج تسريب ارضي، عملت لها تسريب ارضي ان هو الارث، نقطه ارث احافظ عليها بالكهرباء. وبرضه مش انت شكلك فاهم في اللي انت بتقوله، يعني انت مش جايب مشترك لا من ابو 15 جنيه وموصله بالعربيه. عندي محل كهرباء يعني السلك ببلاش، المفاتيح الاوتوماتيك هحط لها ببلاش. طيب انا عايز اوري بعد اذنك بس حاجه، تعالى كده ثانيه. بصوا يا جماعه، ده تقرير المعمل الجنائي وده ختم النسر. تمام. بص هنا، بفحص منطقه قابس الشحن بالسياره موضوع الحادث تبين شده تعرضه لحراره ونيران الحريق، كما تبين شده تعرض الاسلاك الخارجيه منه لبطاريه السياره،
وهو بوضع اتصال بمنطقه تثبيته بمأخذ التيار بالسياره اعلى الاطار الكاوتش اليمين اللي هو هنا ده، هو ده. تمام. تعالى كده، عايز في ورقه ثانيه عايز اوريها لك. بص، مما سبق وبدراسه اثار النيران واتجاه سيرانها على المحتويات والمكونات التي شملها الحريق بالسياره موضوع الحادث، يتضح انها الحريق قد بدأ وتركزت اثاره بمنطقه اتصال كابل شحن السياره مع نقطه الشحن المخصصه بالسياره اهي. بص كده ايه، بمؤخره الجانب الايمن اعلى الاطار الخلفي اللي هي دي، السلك عندي كله سليم. اللي هي دي. هنا يا جماعه انت بتحط الكابل بتاع الشحن. لا ابعد كده، لا انا عايز بس اوري الناس. هنا انت بتحط الشحن عشان تشحن العربيه. تعالى بقى ايه، بص على اخر حاجه، سبب الحريق. الحريق شب نتيجة حدوث خلل بمنطقة اتصال الشاحن الكهربائي بالنقطة المخصصة لشحن السيارة، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة منطقة الخلل واشتعال مواد عازلها وتساقطها مشتعلة على ما يجاورها من محتويات قابلة للاشتعال وحتى يظهر الحريق بالحالة التي اكتشفت عليها. يعني هنا بداية الحريق. الموضوع مش موضوع كهرباء في الحيطة، هنا كانت بداية الحريق. الحريق بدأ من هنا، بدأ ينزل العزل ده الشرح اللي انا بقوله لك ده، بدأ ينزل المحتويات اللي هنا المواد العازلة والبلاستيك، وبدأ يولع العربية من هنا ودخل جوه العربية، ضيع اي بلاستيك موجود جوه. لجنه المعمل الجنائي يا استاذ عمر كانت 9 افراد، من ضمنهم ناس في كليه الهندسه، يعني لجنه ثلاثيه. هم بيقولوا لجنه ثلاثيه، قالوا لنا اصلا احنا كده مش هتروح لكليه الهندسه لان احنا ايه، المعمل الجنائي كله موجود هنا. الكليه نفسها جات لك. ايوه، وبعدين ده مكان الحادث فلازم هو يشوف. لما بص على السلك قال لي اصلا السلك اللي طالع من الحيطه سليم. السلك نفسه من الحيطه كان كله باين سليم. في الفيديو وانا قلت الكلام ده، كان باين في الفيديو ان هو سليم. والعربيه واقفه جنب الفيشه ما فيش مترين او 3 متر، انا عامل مش مطول السلك برضه، هو 5 6 متر او 10 متر زي ما الناس بتقول، انا عامل مترين سلك او 3 متر بالتحديد، بحيث ان برضه الكهرباء تبقى جايه مباشر. عشان كده اصلا العربيه مكانها في الجراج لازقه في الفيشه، ما اناش عاوز ان انا محتاج ان انا اطول سلك. برضه زي ما بقول لحضرتك السلك عندي ببلاش، فانا حاطط بدل ما هم قالوا لي 6 مللي حطيت سلك 16 مللي. برضه لما جالي حد من بتوع المسوقين بتوع الكهرباء بتوع العربيات الكهرباء ديت، برضه جه يصور معانا لايف وقال انا معاكم يا جماعه ومش هسيبكم ومش هتخلى عنكم. برضه برن عليه ما بيردش عليا. طبيعي ليه؟ طبيعي عشان مصلحتهم في بيع العربيات دي. حد من محامي الشركه بتاع لايف جولف او حد من تبعهم قال لي اتنازل عن القضيه اللي انت عاملها واحنا هنشوف. اتنازل ايه يا جماعه؟ هو انتوا حد جه حد لا طبعا كلمنا ولا حد ما اتصل عليا؟ تعمل كده طبعا. لا طبعا. ده انا ان شاء الله بامر الله مش مش امشي في هسيب اجراءاتك حقي. وده حقك، مش هسيب حقي. طالما عربيه عريس، بالظبط، عربيه عريس ليله فرحه، فيها بدله فرحه يا جماعه، فيها البدله بتاعت الفرح مولعه فيها، يعني بدله الفرح فيها يا استاذ عمر، فيها مولعه فيها البدله بكل اللي فيها بشماعتها بحالها. كان منظر يا رب ما حد يشوفه. وطبعا برضه فلوس يا جماعه، 800,000 جنيه ولا مليون جنيه. طيب انا زي ما قلت لك انا معاك في اي حاجه وكمل في الاجراءات. والله لو الشركه ما عوضتنيش هفضل مدى الحياه، وان شاء الله هتاخد حقك مدى الحياه اسوق في سمعتها، لان طبعا شركه مش محترمه، شركه مش محترمه. ان حتى ما حدش بيرن علينا انتوا عملتوا ايه؟ طب ازاي؟ ايه اللي حصل؟ انت مدينا انا عربيه مثلا ب 800,000 جنيه او ب 850,000 جنيه، انا هخليك تخسر ملايين. صح برضه انت صح. وفي نفس الوقت انا ما بتبلاش عليك. ده حاجه المعمل الجنائي اللي بيقول ده عيب العربيه، هو مش مديك عقد ومكتوب فيه ضمان، وعيب من الشركه المصنعه. ايه المشكله ان انت اصلا تعترف وتقول ان هي عيب من تسلا فيها عربيات ولعت، مرسيدس فيها عربيات ولعت، كل العربيات فيها عربيات حتى بتولع. البنزين فيه عربيات بتولع، إيه حتى المرسيدس البنزين بيولع برضه. ايه المشكله ان انا اقول العيب من عندي واصلح واعدل من اخطائي، بحيث ان انا واحد زي كده جرب العربيه، واحد اول مره واحد في الريف يجيب عربيه كهرباء هتنتشر هيبقوا 2 و3 و4. لا انا بالعكس والله اكتر من 15 16 20 واحد كلموني من كل مكان في مصر لما شافوا الفيديوهات بتاعتنا قالوا لي استحاله ان انا اخش بالعربيه الكهرباء دي تاني، خلينا في اللي نعرفه يا عم احسن من اللي ما نعرفوش. عندهم حق. طيب هفرج الناس على شكل العربيه. اتفضل تعالى كده. دي يا جماعه زي ما انا قلت لكم الحريق بدأ من هنا، تمام، ودخل بقى جوه العربيه. تعالى كده هفرجكم على العربيه من جوه. بص شكلها عامل ازاي. بص التابلو طبعا كله باظ، كل التابلو بتاع العربيه، الشاشه بفتحه السقف بالازاز اللي سرطن بهنا، الباب بص الباب بقى عامل ازاي،
ده كان منظرها غير كده يا استاذ عمر، ده بتوع المعمل اكيد الجنائي اللي كده قالوا لنا اغسلوا نضفوها. العربيه. ايوه اكيد هم يعني أكيد شرطوا كده علينا أيوة. عشان يطلعوا الملف ده بعد الحريقه، قالوا لنا اغسل لي العربيه وصورها، وهم صوروا كل حاجه العربيه قبل الحريقه بصور وبعد الحريقه بصور، والحمد لله بفضل الله بتوع برضه قالوا لنا حقكم ان شاء الله، ان شاء الله حقكم جاي ان شاء الله. تعالى كده، ادي العربيه يا جماعه، فولكس فاجن اي دي 4 كهرباء. طبعا الجزء ده ما تاثرش خالص بالحريق، لان المشكله كلها وعيب الصناعه كان ورا مش قدام. فالعربيه زي ما انتم شايفين جديده من قدام، ما فيش فيها اي حاجه. مش عارف اقول ايه. الراجل ده ضاع منه مليون جنيه في يوم وليله، العربيه لسه جديده ما كملتش 1000 كيلو، ولحد دلوقتي ما حدش عايز يساعده. كل الورق والادله القانونيه كلها بتثبت ان العربيه فيها عيب صناعه. وده اللي انا بقوله لكم من زمان، محدش يشتري عربيه كهرباء غير لما يكون في وكيل للعربيات الكهرباء في مصر. لازم يكون في وكيل تقدر تحاسبه قانونا، او يبقى معاك عقد من الشركه المستورده للعربيات الكهرباء انها هتديك ضمان فعلي، يبقى مكتوب زي ما هو معاه عقد كده، وان شاء الله هو هيوصل لحقه، وان شاء الله العربيه دي هتتغير باذن الله بواحده جديده. يلا اشوفكم على خير، سلام عليكم.